مشروب العرق سوس كارثه. اخطر حاجه الناس بتعملها في نفسها في رمضان بصراحه، فعلا اخطر حاجه. صعب العرق سوس، لا مش صحي خالص. كمان مش صحي لو انت عندك مشكله في الضغط، لان هو الماده اللي مصنوع منها العرق سوس بتحتفظ بالصوديوم، فبالتالي بتقلل البوتاسيوم في الدم او في جسمك، صح ولا لا؟ طب انت بقى لا قدر الله حد مريض ضغط عالي او واطي، على فكره يعني هو ضغطه عالي او ضغطه منخفض، غلط جدا عليه، لازم استشاره طبيب. انت متخيله ان انت عشان تشربي عرق سوس لازم ترجعي للدكتور بتاعك عشان تقولي له تشربي عرق سوس قد ايه، لانه مش مسموح لك انك تشربي عرق سوس لو عندك مشكله في الكلى، عندك مشكله في الضغط، لو واحده حامل طبعا ممنوع نهائي. لا العرق سوس كارثه. عشان كده في طبيعية. ناس بتشربه وبتقول ان بيجي لها هبوط بعد ما بتشربه. ايوه طبعا، لا غلط جدا. وبعدين الناس بتشربه بقى بتفطر عليه في رمضان، يعني تبقى انت مثلا صايمه طول اليوم مفيش ميه داخله جسمك، صيام جاف مفيش ميه داخله جسمك، تروحي تفطري على عرق سوس. على لا حاجه طبعاً. كمان انتي بتدمر الضغط كمان وبتحبس بتدمري السوائل. صحتك، بتدمري صحتك حرفيا قولا واحدا، بتدمري صحتك. افطري على ميه، اشربي ميه وبعدين اعملي اللي انت عايزاه بقى. وبرده لو انت حالتك الصحيه تسمح لك بده، عندك مشكله في الضغط، عندك مشكله في السكر جامده، عندك مشكله في الكلى، لازم ترجعي وتستشيري الدكتور بتاعك.